السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة معايا مكنة غسيل او مكنة ضغط عالي من شركة توتال. المكنة ديت لسه جايبها، ما جربتهاش، هنجربها النهاردة مع بعض. وقلت بالمرة اجيب العربية اغسلها. اليومين اللي فاتوا طبعا كان في شتاء جامد، فالعربية متبهدلة، ما رضيتش اغسلها الا لما اجربها معاكم النهاردة عشان نجرب المكنة الجديدة، نشوفها هتشتغل كويس ولا ايه. وبالمرة اقول لكم الطريقة الصح بتاعت غسيل العربية. طبعا انت لو غسلت عربيتك هتحافظ على دهان العربية، هتحافظ على سعرها بعد كده، لان طريقة الغسيل الغلط ممكن تقلل من ثمن العربية كتير، عشان الدهان او طبقة الورنيش او الواكس اللي على الدهان ممكن تخرج لو الطريقة غلط. طبعا احنا في ثوابت كده وقواعد او اساسيات لازم تاخدها وانت بتغسل العربية. اول حاجة طبعا لازم تغسل العربية وهي باردة، عشان الطنابير يعني ما تكونش ماشي بيها مشوار وتروح تغسلها وتحط عليها ميه، الطنابير ممكن تعمل ريجه معاك. زائد ان برضو العربيه نفسها ما ينفعش تكون في الشمس وتغسلها، هتأثر برضو على دهان العربية. زائد شوية حاجات خفيفة كده هقول لكم عليها واحنا بنغسل العربية، ويلا بينا نبدأ. طبعا يا جماعة انا ده المدخل بتاع الكاتشر او المسدس، وهنا ورا في مدخل كده للخرطوم بتاع المية. احنا بنوصلها هنا. المكنة ديت 1400 واط، بتطلع 130 بار. نشوفها بقى قوية، المفروض ده رقم حلو. طبعا هنا انا عايز اوريكم الحاجات اللي احنا هنستخدمها. دوت بلور، وفوامة تركب في المسدس، وثلاث فوط هقول لكم استخداماتهم ايه. بس مبدئيا احنا هنستخدم انضف فوطة فيهم عشان ما تجرحش البوية بتاعة العربية وما تشيلش طبقة الواكس اللي على العربية. لازم في الاول ان احنا نشغل المية من غير ما هو طبعا واصل بالكهرباء دلوقتي. احنا مش هنشغله في زرار بيشغله من هنا، احنا مش هنشغله دلوقتي الا لما ايه زي ياخد الهواء بتاعه. فهنشغل المية الاول، ويبقى المية طالعة من المسدس ده بانتظام. احنا كده شغلنا المية. آه. اهي كده ايه كده. استنى يا يونس، احنا كده يا جماعة الخرطوم اشتغل بس من غير ضغط، يعني هو اشتغل عادي. احنا كده بنشغله عشان ناخد ضغط المية اللي طالع من الحنفية ونحطه في المكنة، عشان لما نشغل المكنة ما يحصلش فيها مشكلة او يحصل مشكلة في الترومبة يعني بتاعتها. بس احنا كده شغلنا المكنة. طبعا المكنة ديت انا شغلت الزرار بتاعها. طول ما انا مش دايس على المسدس عشان ارش مش هتشتغل، هتفضل واقفة كده. اول لما ادوس هتشتغل عادي. عايز اوريكم الاول، هقرب لكم كده الصورة من العربية واوريكم العربية مبهدلة ازاي عشان نشوف قبل وبعد. طبعا شباب احنا هنبدأ كده من الجنب دوت. اول قاعدة في تنظيف العربيات او غسيل العربيات، ان انت ما ينفعش تدعك العربية او تمسح العربية وهي عليها تراب بالشكل دوت. ولازم لو انت معاك خرطوم مية او حاجة من ديت، تدوب الطينة دي كلها بمية خفيفة لحد ما الطينة ديت تهدى، وتعرف تنزلها بالمية برضو، ما تمسحهاش خالص. بعد ما تنزل ممكن تحط الصابون وتدعك العربية دوت، لأن الرمل أو الطينة الصغيرة بيبقى فيها حبيبات صغيرة خالص،
دي مع الوقت هتلاقي العربيه اتجرحت، وهتعوز ان انت تعمل لها تلميع بقى كل شويه ب1000 جنيه و1000 ونص على حسب المكان اللي انت بتروح. طيب يلا بقى نجربها كده، بسم الله. طبعا احنا عملنا دلوقتي بوشنا الطين اللي في العربية كلها. تعالوا نجرب الفوامة اللي انا جايبها. بصوا الفوامة ديت بتيجي كده بتركب على المسدس زي ما هي، نضغط تك ونلف، هي كده ثبتت. ماشي، طيب تعالوا نجربها. بص هي فيها حاجة هنا، طبعا ده شامبو بتاع عربيات مخصوص مش بريل. عشان برضو نفس الفكرة ان الصابون العادي ممكن يطير طبقة الشمع اللي في العربية. في زرار هنا فوق بيتقل الفوم وبيخففه، يعني ممكن نجرب كده، هنلاقي ان هو خفيف خالص. وممكن نتقله على الاخر نلاقيه بصوا كده. فانا هنخففه الاول لان ديت المرة بتاعت اللي احنا هندوب بيها بس الطينة عشان ما تجرحش العربية، ومش هنتعكها دلوقتي خالص. فانا هنخليها خفيفة شوية. طبعا احنا كده خلصنا الفوم، هنسيبها بس 5. طبعا العربية لازم تدعك بالصابون، لان انا كانت العربية عندي امبارح عند بتاع العفشة وكده، فالعربية مبهدلة زيوت وشحم وبتاع، فلازم تدعك. فطبعا ديت بس صابون مبدئي كده عشان ننزل الطينة اللي فيها.
طبعا احنا بص المسدس او الماسوره دي يا شباب فيها كذا مستوى، يعني دوت كده بس ده ضغطه عالي قوي، فانا مش عايز اعمل كده، اعمل زي المدفع كده، فانا نخليها على العادي اللي هو العريض اللي هو ده حلو. نضف يعني، قرب شويه. طبعا هو استخدامه سهل جدا زي ما انتم شايفين، يونس بينضف. يونس عشان ننضف احنا ننضف الكاوتش. طبعا احنا المفروض الافضل ان احنا ننضف من فوق لتحت، بس عادي يعني مش هتفرق. بص لوك الامان ده، بص كده وريهم يا نوح يا يونس. بس في قلب المسدس دوس عليه كده، اول ما تدوس عليه كده يشتغل، دوس الناحيه التانية اقفله بقى تاني من الناحيه التانية، ايوه كده تدوس عليه الناحيه التانية يقفل، عشان لو حد ما يشتغلش غصب عنه يعني. بصوا يا شباب، دي الفوطه اللي انا هستخدمها، دي فوطه ميكرو فايبر. دي لازم تستخدمها للغسيل الخارجي. طيب احنا هنرش صابون دلوقتي تاني او شامبو وهنغسل بيها. دي لازم تكون ناعمه جدا عشان ما تواجهكش مشاكل بعد فتره تلاقي الدهان كلح والحاجات دي كلها معاك ظهرت يعني. المكنه ديت ممكن تنظف سجاد كمان لو حد عايزها يجيبها تنظيف السجاد. هننضف بيها الفوطه دي دلوقتي. بس كده يلا بينا.
شويه. طبعا احنا معناش فوطة للكاوتش او فرشة، فاحنا هنخلص بعد ما نخلص مسح العربية كلها او تعك العربية بالصابون يعني، هنخلص الكاوتشات، لان ما ينفعش تعمل الكاوتش وبعدين تدعك الصاج. هنمسح الكاوتش بقى، اهم حاجة الكاوتش بعد ما تغسل العربية.
دي الفوطة التانية هنمسح بيها الأرضية بتاعة الصالون، لأن أنا مش بدخل مية خالص جوه العربية، بس هنبلها ونعصرها، ننضفها ونعصرها ونلم التراب اللي تحت في الأرضية. طبعا لو معاك مكنسة الأول هيبقى أفضل بكتير. أنا معايا البلاور، نفخت التراب الأول، وبعد كده همسح التراب بقى والحاجات اللي باقية يعني بفوطة مبلولة. طبعا أي فوطة مش مشكلة، مايكرو فايبر ولا أي حاجة.